مكنة القهوة والمطحنة دي كانوا أول حاجة أجربهم من كافي لاف، والاتنين فاجئوني بتفاصيل حلوة جدا، وخصوصا المطحنة دي. بالنسبة لمكنة القهوة فأحلى حاجة فيها إنها بتعمل كل حاجة بضغطة زرار واحدة أو ضغطتين. بتفوم الحليب وتحضر القهوة وتظبط نسبهم لبعض وتظبط درجة الحرارة وكل حاجة بدون تدخل منك، مش محتاج تبقى باريستا. ولأن فيها غلايتين مش غلاية واحدة، فمش بتستنى في النص إنها تسخن وتبرد ما بين الاتنين والكلام ده. كل حاجة بتخلص بسرعة والفنجان بيتحضر ورا بعضه. ضغطة واحدة بتعمل فنجان صغير، وضغطتين ورا بعض بتعمل فنجان كبير، وبتنظف نفسها بنفسها وتقدر تشيل تانك الحليب بالحليب اللي فيه في التلاجة. وسعرها مع كل ده ممتاز، أرخص من مكن كتير أقل منها في الإمكانيات. أما المطحنة بقى ففيها 48 درجة طحن، ده أكبر رقم هتشوفه على مطحنة بالسعر ده. التروس الداخلية مخروطية من معدن مقاوم للصدى، وفيها فرشة داخلية مع التروس بتنظف المطحنة من بواقي البن. الكونتينرز BPA فري وستاتيك فري، ومعزولين بدرجة حماية لونها غامق من اليو في. والكونتينر ده كمان ليه غطا سيليكون عشان يبقى محكم الغلق، فتقدر تخزن فيه البن براحتك. ودرجات الطحن بتوصل نعومتها فعلا لدرجة القهوة التركي، بتدينا بن ناعم جدا. بس هي مش معمولة لكده، لكن ممتازة للباسكت المضغوط والباسكت المكيوف في الاسبريسو بدون تعديل. وبتتدرج درجة الخشونة لغاية ما توصل للفرنش بريس والكولد برو بتجانس محترم جدا. وهي فعلا احسن مطحنة ارشحها لاي حد حاليا بالسعر ده. والفيديوهات الكاملة للمكانتين موجودة في اول كومنت، وفيهم لينكات الشراء في الديسكريبشن. ما تنسوش تتابعوني لو مهتمين بكل ما يخص عالم القهوة، وسلام.